كل 20 ثانية بينورنا طفل جديد. انت متخيل؟ يعني تقريبا في اليوم بتاع 4000 طفل. أعزائي طلاب أولى ثانوي في كل مكان في الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة مع الجيو. في البداية بجد وحشتوني. نبدأ بقى مع بعض الترم الثاني وأول درس بعنوان نمو وتركيب السكان في مصر. ايه بقى يا جيو حكاية نمو وتركيب السكان في مصر ده؟ وايه العيال الكتير اللي بتتولد كل يوم دي؟ سم الله، صلى على رسول الله. خد حسنات بقى معايا من بدايتها كده وركز معايا. ولو أول مرة تشوفني انزل على طول اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، ولايك وشير كتير بقى لأصحابك. عاوزين بقى القناة تكبر شويتين تلاتة كده الترم ده، ويلا بينا نشوف ايه حكاية نمو وتركيب السكان في مصر. ولكن في البداية كده يا حبايبي خليني أقول لكم إن مصر دولة غنية بسكانها. وكلمة غنية يعني مش عندها فلوس كتير، لا خالص إطلاقا. دي غنية بسكانها، يعني عندها سكان كتير. فالمهم بقى إن مصر دولة غنية بسكانها وما يملكونه من طاقات وقدرات. يعني جزء كبير جدا من سكان مصر ناس في مرحلة الشباب، ناس عندهم طاقة وقدرة على العمل والإنتاج وتنمية الدولة. وطبعا احنا عارفين إن السكان هم المحور الأساسي والهدف الرئيسي لكافة أوجه التنمية. يعني من غير سكان مفيش تنمية. لا يا جيو، احنا مش عارفين الكلام ده بصراحة. يعني ايه بقى السكان هم المحور الرئيسي والهدف الأساسي دي؟ سم الله، صلى على رسول الله وركز معايا. ببساطة خالص كده يا باشا، الحكومة لما بتيجي مثلا تعمل مشروعات زي مدارس أو مستشفيات أو مصانع أو خدمات مختلفة، بتعمل الخدمات دي لمين؟ مش للسكان. يبقى السكان بكده هم الهدف الرئيسي للمشروعات دي. طيب تعالى نعكسها. مين بيشتغل في المشروعات دي؟ مين بيشتغل في البلد وبينميها وبيطورها؟ مين بيشتغل في المدارس والمستشفيات وكل الحاجات دي؟ مش المدرسين والدكاترة والمهندسين وغيرهم وغيرهم وغيرهم. إذا برضو السكان هم اللي بينموا وبيطوروا البلد، يبقى هم برضو المحور الرئيسي. يعني السكان هم الأساس في كل حاجة. اشتغلوا البلد هتبقى غنية وجميلة ومتطورة، ما اشتغلوش وقعدوا مع عطلية البلد هتنهار. طيب إذا يا حبايبي احنا علشان نبني وننمي البلد ونعمل مشروعات لازم يكون عندنا بيانات دقيقة عن السكان. زي مثلا يا اولاد نعرف عندنا اطفال قد ايه، عشان لو هنبني مدارس او مستشفيات نبني مدارس ومستشفيات تكفي الاطفال اللي موجودة عندنا في البلد. طيب هنبني مثلا مصانع وشركات، برضه ابقى عارف الشباب اللي عندي قد ايه، لان هم اللي هينتجوا ويشتغلوا في المصانع والشركات دي. صح كده ولا ايه؟ طيب وهي الدولة بتعرف أعداد السكان دي ازاي يا جيو بقى؟ أصل الناس بقت في مصر كتير وزحمة جدا. يبقى تعالى يا كبير بقى أكلمك عن مصادر البيانات السكانية. بص بقى يا كبير، الدولة علشان تعرف بيانات ومعلومات عن السكان بتستخدم طريقتين اتنين. الطريقة الأولى اسمها التعدادات السكانية، والتانية اسمها الإحصاءات الحيوية. التعدادات السكانية والإحصاءات الحيوية. وببساطة كده قبل ما نشرح كل واحدة فيهم بالتفصيل، خليني أقول لك إن التعدادات السكانية دي هي الحصر اليدوي. يعني ركز معايا كده في الكلام اللي جاي ده، أبسطها لك خالص. كل فترة يا أولاد الحكومة بتنزل ناس، تقريبا الفترة دي بتبقى كل 10 سنين تقريبا. الحكومة بقى كل 10 سنين بتنزل ناس تلف على البيوت في مصر، بيت بيت كده وبلد بلد وقرية قرية، يعرفوا معلومات عن الناس. يروحوا كل بيت يعرفوا فيه ناس قد ايه، نوعهم قد ايه، ذكور مثلا ولا اناث، اطفال ولا شباب ولا كبار سن. يجمعوا معلومات كتير جدا عن الناس، يعرفوا كانوا متعلمين ولا لا، بيشتغلوا ايه بالظبط، البلاد اللي فيها ناس كتير والبلاد اللي فيها ناس قليلين. وكل المعلومات دي طبعا بتبقى بطريقة يدوية. وعلشان كده بنقول ان التعداد السكاني هو الطريقة اليدوية لحصر السكان. اما بقى الطريقة التانية اللي اسمها الاحصاءات الحيوية، دي بقى يا كبير الطريقة الالكترونية، واللي هي باختصار كده خالص اللي هي السجل المدني. لو واحد مثلا اتولد مش بنروح نسجله في مكان حكومي. لو واحد مثلا اتجوز مش بيروح يسجل ورقه في مكان حكومي. لو واحد بعيد الشر طلق، لو واحد مات، مش كل الحاجات دي بنروح نعمل لها شهايد ونسجلها في الحكومة. هم بقى قاعدين هناك كده يستنوا الناس اللي بتيجي دي. اول ما الناس تيجي يعملوا شهادة ويسجلوها عندهم. واحد مات مثلا يقول لك ده السكان قال له واحد،
طيب واحد اتولد يقول لك ده السكان زادوا واحد، والساعة بقى اللي بتعد السكان تفضل تزيد لحد ما تجيب آخر رقم السكان وصلوا له. فهم كده ببساطة بيعملوا إيه؟ بيحصروا معلومات عن السكان بس بطريقة إلكترونية، من غير بقى ما ينزلوا في الشوارع ولا يتعبوا نفسهم ولا يلفوا ولا الحوارات دي كلها. طيب ممتاز. تعال بقى نفهم الكلام ده بس بالتفصيل أكتر من كده. قال لك إيه بقى يا سيدي؟ بسم الله صلى على رسول الله، ركز معايا. قال لك ان التعدادات السكانية دي هي عمليات جمع وحصر شاملة للمعلومات المرتبطة بالسكان. يعني هنجمع معلومات عن السكان، زي مثلا اننا نعرف اعدادهم او نوعهم، ذكور ولا اناث، تركيبهم العمري، اطفال ولا شباب ولا كبار سن، معلومات تانية كتير، متعلمين غير متعلمين، المحافظات نفسها فيها ناس كتير ولا ما فيهاش ناس كتير. كل دي معلومات بنجمعها عن الناس، بيشتغلوا في ايه؟ في الصناعة ولا في الزراعة ولا في غيره. يبقى تاني، الله على كل طالب شاطر مصحصح ومركز معايا. التعداد السكاني هو عمليات جمع وحصر شاملة للمعلومات المرتبطة بالسكان، من حيث ايه بقى؟ عددهم وتوزيعهم وتركيبهم وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية، بس خد بالك في منطقة معينة وفي فترة زمنية محدودة. ركز بقى وخد بالك. بيقول لك ايه؟ ان التعداد السكاني ده بيكون في منطقة معينة، يعني مش في الدنيا كلها، لا ده في مصر مثلا بس، وفي فترة كمان محدودة. يعني مثلا ممكن تكون الفترة دي 10 سنين زي ما قلت لك. فعلشان كده ممكن نقول ان مصر بتعمل التعداد السكاني ده كل 10 سنين، يعني في فترة محددة كل 10 سنين نعمل ايه؟ التعداد السكاني ده. طيب خد بالك معايا بقى، شوف بيقول لك ايه تاني. بيقول لك كمان ان تعد مصر من اقدم الدول العربية والافريقية التي قامت بالتعداد السكاني، والتي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. يعني الجهاز ده يا حبايبي هو المسؤول عن الشغلانة دي، هو اللي بيجيب الناس وبيوظف الناس اللي بتروح تلف وتجمع المعلومات وتجيب لنا في الاخر التعداد السكاني بتاع الناس الموجودة في مصر، اللي هي الطريقة اليدوية زي ما اتفقنا. طيب حلو جدا جدا. تعالوا بقى نشوف النوع الثاني او المصدر الثاني لحصر السكان، واللي قلنا اسمه ايه؟ الاحصاءات الحيوية. برافو، لا مركز معايا ولا؟ حلو قوي. وقلنا ان الطريقة دي ايه؟ هي الطريقة الالكترونية. طيب وهي ايه برضه تفاصيل الاحصاءات الحيوية دي يا جيو؟ سم الله صلى على رسول الله وركز معايا. تعال احكي لك تفاصيلها. بيقول لك ايه بقى؟ ان الاحصاءات الحيوية دي هي تسجيل المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق وغيرها. يعني اي حد بقى يجي له مولود جديد، عيل بقى صغير كده يجي يقعد يوقوق، او مثلا يحصل له حالة وفاة، او يتجوز، او بعيد الشر يطلق، كل الحاجات دي بقى بنروح نسجلها بشهايد في الحكومة. هم في الحكومة بقى قاعدين مستنين الناس دي، اول ما الناس دي تيجي ياخدوا الشهادة دي يسجلوها ويكتبوها عندهم، يعرفوا بقى الناس زادت الناس قلت. بالتالي كده هم بيعملوا حصر بس بطريقة إلكترونية. طيب يا جيو معلش انا عندي بقى سؤال هنا. لا اتفضل يا حبيبي، اتفضل تحت أمرك. هي الحكومة ليه اصلا تعبى قلبها وعمالة تحصر في الناس؟ اخصى عليك بقى، شكلك كده مش مركز معايا. شغل بقى الدماغ دي وصحصح معايا عشان الكلام اللي جاي ده مهم جدا. وتعالى لي بقى احكي لك عن أهمية البيانات السكانية. ليه احنا بقى بنجمع بيانات ومعلومات عن السكان؟ سم الله صلى على رسول الله واسمع بقى يا سيدي. رقم 1، لتحديد الاحتياجات السكانية من الخدمات المختلفة، مثل الخدمات التعليمية والصحية وغيرها. يعني مثلا يا أولاد لو الدولة لقت في الحصر إن عندنا أطفال كتير، في الحالة دي نبني للأطفال مستشفيات ومدارس ولا نبني لهم مصانع وشركات؟ لا طبعا يا جيو، نبني لهم مستشفيات ومدارس عشان يتعلموا ويتعالجوا فيها، دي عيال لسه صغيرة ما يقدروش يشتغلوا في المصانع. حلو جدا. يبقى انت كده فهمت يعني ايه حصر سكاني وعرفت يعني ايه احتياجات السكان. بالتالي يا اولاد انا اقدر اوفر احتياجات السكان المناسبة، زي مثلا ما عملنا دلوقتي. علشان عندنا اطفال وفرت لهم مستشفيات ومدارس، ما ينفعش اوفر لهم مصانع لان هم لسه صغيرين. طيب لو معظم بقى الناس شباب هوفر لهم مصانع. فتعالى كده شوف رقم 2 بيقول لك ايه؟ ان البيانات السكانية دي بتساعدني في معرفة قدرات المجتمع في الحاضر والمستقبل. يعني ايه بقى؟ يعني مثلا يا حبايبي لو لقيت عندي اكتر سكان مصر في سن الشباب، الناس يعني اللي هي عندها صحة وقدرة على الانتاج والعمل، اذا فانا هنا اقدر اعمل بقى مصانع. ليه؟ لان عندي شباب وناس تقدر تشتغل وتنمي البلد.
كمان بقى من خلال البيانات السكانية دي أقدر أختار الخطط التنموية المناسبة. يعني ببساطة خالص يا أولاد، من خلال معرفتي بالبيانات السكانية أقدر أحدد مثلا الخطط التنموية للدولة. يعني مثلا لو عندي أطفال كتير هعمل لهم دلوقتي مستشفيات ومدارس زي ما اتفقنا، بس أبقى عامل حسابي إن كمان 20 سنة العيال دي هتكبر، بالتالي هيحتاجوا مصانع، فأنا أبقى عامل في خطتي المستقبلية إن كمان 20 سنة يبقى عندي مصانع على قد الأطفال اللي عندي دي، عشان لما يكبروا يلاقوا شغل ويشتغلوا في المصانع دي ويطوروا وينموا البلد. انت كده فهمت وعرفت ايه هي أهمية البيانات السكانية. طيب تعالوا بقى نطبق الكلام ده ونشوف مصر عملت امتى التعدادات السكانية دي. يلا بينا يلا بينا. وقبل ما ندخل في الجزئية دي، انتوا عارفين طبعا ان الناس عندنا في مصر بتخلف بطريقة عبيطة. شايفين طبعا الزحمة والناس كترت ازاي. طيب تعال نشوف. بص بقى معايا كده على الرسم البياني ده رسم بياني بيوضح التعدادات السكانية اللي مصر عملتها على مر الفترات اللي فاتت دي كلها. فكان أول حصر مصر عملته كان سنة 1882، واللي هو كان وقتها عدد السكان في مصر 6 مليون و7 من عشرة. بالمناسبة 7 من عشرة يعني 700 ألف. وخليني أقول لك بقى إن سنة 1882 دي كانت سنة الاحتلال البريطاني لمصر. إيه ده؟ ده معنى كده إن الاحتلال البريطاني هو أول من عمل حصر وتعداد سكاني في مصر. بالظبط كده. طيب هو الاحتلال البريطاني ماله ومال الكلام ده يا جيو؟ ليه يعني يعمل حصر سكان مصر؟ ما يروح يعمل في بلدهم هناك في بريطانيا. ما خد بالك بقى يا ناصح وشغل دماغك. ما الاحتلال ده جاي وعاوز يستغل خيرات البلد. يعني عاوز يعمل مشروعات صناعية مثلا ومشروعات زراعية وغيره، ويستفاد هو من كل المشروعات دي. فيعمل ايه بقى؟ يروح عامل حصر للناس الموجودة في مصر علشان يقدر يستغلهم صح في المشروعات دي ويطلع انتاج كتير منها يستفاد هو منه. هو مش معقول هيروح يجيب ناس من بلدهم ويجوا يشتغلوا هم في المشروعات دي. لا طبعا، اوفر له انه يستغل المصريين في المشروعات دي. طيب تعالى نركز تاني كده في الرسم البياني. هنلاقي ان مع كل تعداد مصر بتعمله من سنة 1882 لحد اخر تعداد سنة 2017، هنلاحظ بقى ان اعداد السكان عمالة تزيد وتزيد وتزيد لحد ما وصلت في 2017 ل 94 مليون و8 من عشرة. يعني تقريبا 94 مليون و800 ألف. 8 من عشرة يعني 800 ألف. والأعداد طبعا زادت كمان أكتر من كده. تقريبا احنا وصلنا دلوقتي أو داخلين على 105 مليون. يعني احنا بقينا حاجة فظيعة بصراحة. طيب خد بالك بقى كده تاني معايا في الرسم البياني. هنلاقي ان عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات. يعني زاد الضعف 3 مرات من بداية 1882 لحد 1947. اهو ركز كده، هتلاقي السكان زادوا من 6 مليون ل 19 مليون. والفترة دي لو جينا نحسبها هنلاقيها 65 سنة. طيب هل الناس بقى سكتت على كده؟ ابدا، ما سكتوش. ده الموضوع اتكرر تاني وعدد السكان اتضاعف تاني 3 مرات. امتى بقى؟ من الفترة 1966 اللي هي دي، وكان وقتها خد بالك كده سكان مصر 30 مليون وواحد من عشرة. الرقم ده بقى اتضاعف 3 مرات تاني لحد ما وصلنا سنة 2015 ل 90 مليون نسمة. ولو جينا بقى نحسب المدة دي هنلاقيها تقريبا 49 سنة. طيب ايه بقى معنى الكلام ده؟ سم الله، صل على رسول الله وركز معايا. معنى الكلام يا ابطال ان عدد سكان مصر بيزداد بطريقة غريبة. فالناس بقى المفروض تعمل ايه؟ تهدى على نفسها شوية كده وتبطل خلفة. صح كده ولا ايه يا اولاد؟ احنا فاضل لنا تكة وبص يبقى عندنا انفجار سكاني. واللي لو وصلنا له الانفجار السكاني ده، الحكومة ساعتها بقى لا هتقدر تعمل مشاريع للشباب ولا حتى تعرف تعمل مدارس ولا مستشفيات، والاقتصاد ممكن ينهار والبلد بجد ممكن تقع. شفتم بقى الخلفة الكتير ممكن تعمل فينا ايه؟ طيب تعالوا بقى نعمل معادلة هنعرف من خلالها مصر بتزيد سنويا قد ايه. يلا بينا يلا بينا. المعادلة اسمها ايه بقى؟ معدل النمو السكاني السنوي بيساوي عدد السكان في التعداد الأحدث، اللي هو أحدث تعداد، وليكن مثلا تعداد 2017 أحدث تعداد مصر عملته، واللي كان فيه عدد سكان مصر 94 مليون و700 ألف. نطرح منه بقى اللي هو الرقم الحديث ده، نطرح منه التعداد اللي أقدم منه أو أي تعداد قديم، وليكن مثلا ناخد تعداد 2010 واللي كان عدد السكان فيه 81 مليون، ونقسم الاتنين على التعداد القديم واللي هو برضه 81 مليون تعداد 2010 زي ما اتفقنا.
الناتج اللي هيطلع بقى نضربه في 100. جمع الحسبة دي بقى تطلع معاك تقريبا 18.5. نقسمهم على الفرق الزمني بين التعدادين اللي هو 2010 و2017، اللي هو الفرق الزمني بينهم يبقى 7 سنين، فيطلع معاك الناتج تقريبا 2.64%. طيب وايه معنى كده؟ معنى كده ان كل 1000 شخص في السنة بيجي عليهم مولودين او 3. هحسب بقى انت وشوف عددنا اللي بقى 105 مليون دلوقتي يجي عليه قد ايه مواليد كل سنة. ودي يا حبايبي كانت معادلة نعرف من خلالها معدل النمو السكاني السنوي. وطبعا زي ما شفنا السكان بتزيد بطريقة كبيرة جدا. طيب وايه اسباب الزياده السكانيه الكبيره دي بقى يا جيو؟ يبقى تعالى لي بقى يا كبير اقول لك اسباب زيادة عدد السكان في مصر. ليه بقى احنا بنزيد بسرعة قوي كده في مصر؟ تعالى نشوف. قال لك ان اسباب زيادة السكان عندنا حاجة من الاتنين، لا اما زيادة باسباب طبيعية، لا اما زيادة باسباب غير طبيعية. وببساطة كده يا حبايبي الاسباب الطبيعية هو ان احنا بنخلف كتير والناس بتموت قليل، وربنا طبعا يدي الناس كلها الصحة، يعني بالتالي عدد الناس بيزيد. طيب والزيادة غير الطبيعية ببساطة هي الهجرة. ناس بتهاجر من بلد لبلد او من محافظة لمحافظة، فبلد ناسها بتزيد وبلد ناسها بتقل، محافظة ناسها بتزيد ومحافظة ناسها بتقل، وهو ده الزيادة ببساطة كده غير الطبيعية. طيب تعالوا بقى نتكلم عنهم بالتفصيل، ونبدأ بالزيادة الطبيعية، وهي زيادة عدد السكان نتيجة لارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات زي ما لسه قايلين. بمعنى ركز معايا بقى، بنخلف أطفال كتير وفي نفس الوقت عدد الوفيات عندنا قليل، فطبيعي جدا عدد السكان هيزيد، وعلشان كده سميناها ايه بقى؟ زيادة طبيعية. علشان طبيعي جدا لما نخلف كتير والوفيات تبقى قليلة يبقى عندنا ايه؟ فرق كبير بينهم، فالسكان يزيدوا. وعلشان نعرف كمان يا اولاد الزيادة الطبيعية دي زادت قد ايه او السكان بيزيدوا بمعدل قد ايه، بنعمل بقى المعادلة دي. ركز كده معايا. بنقول ان معدل الزيادة الطبيعية بيساوي معدل المواليد ناقص معدل الوفيات. يعني بنطرح الوفيات من المواليد. يعني ركز معايا كده، لو مثلا بيجي لنا كل مثلا سنة، مثلا يعني مثال صغير كده، بيجي لنا 1000 مولود وبيموت عندنا 500 واحد، نقوم قايلين ايه بقى؟ ان معدل الزيادة الطبيعية بتساوي 1000 ناقص 500، يبقى الناتج كام؟ 500. فنفهم من الرقم اللي طلع ده اللي هو 500 ان معدل الزيادة الطبيعية عندي 500 واحد زيادة مثلا كل سنة. وده طبعا مثال لا يمس الواقع بصلة، لان احنا طبعا ما شاء الله عددنا كبيرة جدا. طيب حلو قوي، كلام زي الفل. ركز بقى معايا، احنا قلنا ان الزيادة الطبيعية دي مواليد ووفيات، صح كده؟ طيب تعالوا بقى ناخدهم واحدة واحدة كده بالتفصيل، ونبدأ بمعدلات المواليد. وعلشان نعرف يا اولاد معدلات المواليد او المواليد نسبتهم قد ايه يعني كل سنة بالنسبة للسكان الموجودين اصلا، بنعمل المعادلة دي. بنقول ان معدل المواليد بيساوي عدد المواليد في السنة اللي انا عاوز احسبها، السنة اللي انا عايز احسبها، على عدد السكان، الناتج اضربه في 1000. الرقم بقى اللي هيطلع لك في الاخر بعد الحسبة دي هيبقى هو نسبة المواليد بالنسبة لكل 1000 شخص. يعني كل 1000 شخص عايش في مصر بيجي عليهم كام شخص مولود جديد؟ طيب تيجوا بقى نحسب الحسبة دي عندنا في مصر ونشوف بيجي لنا مواليد قد ايه. يلا بينا. قال لك بقى يا سيدي لما جم يعملوا الحسبة ديت عندنا في مصر، لقوا ان معدل المواليد مرتفع بشكل عام في مصر، حيث وصلت عام 2012 الى 30.4 في الألف، وهو معدل مرتفع على المستوى العالمي. يعني تخيل معايا كده، احنا كل سنة بيجي لنا شوف 30 او 31 تقريبا مولود جديد. طيب وايه سبب ان المصريين بيخلفوا كتير قوي كده يا جيو؟ يبقى تعالى لي يا باشا بقى اقول لك اسباب ارتفاع معدل المواليد عندنا في مصر. قال لك بقى ان الاسباب رقم 1 زواج الاطفال دون ال 18 سنة. يعني ببساطة خالص كده يا اولاد، الواد يبقى لسه مخلص مدرسة من هنا ويقوموا مجوزونه عروسة حلوة جميلة كده لسه مخلصة مثلا كي جي 2، عيال صغيرة ويجوزوها لبعض، بالتالي فترة جوازهم بتبقى كبيرة جدا، فيفضلوا بقى يخلفوا 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 لحد ما يجيبوا لنا عيال كتير كده ويعلوا معدل المواليد. طيب رقم 2 البطالة خاصة بين النساء، الستات بقى اللي قاعدين في البيوت ومش لاقيين شغلانة يعملوها.
قاعدين فاضيين يعملوا ايه؟ يقعدوا يخلفوا 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 ويجيبوا لنا عيال كتير قد كده يعلوا لنا معدل المواليد. طيب والحل يا جيو؟ هنعمل ايه في الستات الكتير اللي قاعده فاضيه وبتخلف كتير دي؟ الحل بقى يا كبير ان احنا نشوف لهم شغلانه، ندخلهم مثلا في سوق العمل، ندخلهم بقى يشتغلوا في الشركات وفي الحاجات اللي الحكومه بتعملها علشان تنمي البلد دي. بالتالي الشغل هيلهيهم عن الخلفه، او ممكن يشوفهم ان مثلا الخلفه هتعطلهم عن الشغل، بالتالي هيقللوا خلفه شويه. طيب ده كلام عظيم خالص. تعالوا بقى نشوف تالت حاجه او تالت سبب. بيقول لك ايه؟ ارتفاع نسبه الاميه. للاسف يعني يا حبايبي عندنا في مصر تقريبا اكتر من 25% من الناس اميين، يعني ما دخلوش مدرسه او ما كملوش تعليمهم. وطبعا العيال صغيره وخلصوا تعليم وقاعدين فاضيين فبيجوزوهم لبعض، فبالتالي بيبقى عندنا جواز اطفال او الناس اللي اقل من 18 سنه، فبرضه بيقعدوا يخلفوا ويخلفوا ويخلفوا، وطبعا يخلفوا لنا عيال كتير. وبرضه نرجع نقول ان العيال دي رزق، فربنا يبارك فيهم كلك طبعا. طيب رقم 4 بقى، ارتفاع نسبة الفقر الذي يدفع الأسرة إلى إنجاب عدد كبير من الأطفال لمساعدتهم اقتصاديا. ارتفاع نسبه الفقر؟ يعني حضرتك يا جيو عاوز تفهمني ان الناس الفقراء الفقر ده بيكون دافع ليهم انهم يخلفهم اكتر؟ ده المفروض العكس يا جيو، المفروض الفقر ما يخليش الناس تخلف اصلا. ما هو انت بقى مش واخد بالك. سمي الله كده وركز معايا وافهم الأول. الفقراء الناس يعني اللي فلوسها على قدها أو مش قادرين يصرفوا على بيوتهم، ممكن يكون عندهم معتقد كده انه لما يخلف عيال كتير، اول بقى من العيال دي تكبر يبقى عندهم مثلا 10 15 سنه كده، يقوم مشغل العيال دي في اي حته، يشغلهم بقى في اي ورشه في اي بتاع، المهم العيال دي تكسب فلوس فتقوم مساعداه او تصرف معاه في البيت. بالتالي هو كده قدر يكسب فلوس من ورا الخلفه. وفي نهايه الجزئيه دي عايز اقولها لك كده قاعده خليها ثابته في دماغك. الأسباب دي كلها مش حاجات أساسية، الحاجات دي ممكن تتغير في المستقبل. مش قلنا من شوية إن الحكومة بتنزل ناس في الشارع وتعمل حصر للسكان؟ بالتالي الحصر ده ممكن يتغير في المستقبل. يعني الناس لما نزلت الشارع وعملت حصر لقيت الوضع في البلد كده، لقيت مثلا إن الناس الفقراء هم أكتر ناس بيخلفوا، فقالوا إن الناس الفقراء بيخلفوا علشان السبب ده. فطبعا في المستقبل ممكن الأسباب دي طبعا كلها تتغير. طيب ممتاز جدا، ده كان بالنسبة لمعدلات المواليد. تعالوا بقى نشوف ايه حكاية معدلات الوفيات. فنفس الحكاية بقى يا حبايبي، قال لك ايه؟ علشان تعرف معدل الوفيات في السنة، يعني نعرف بيموت عندنا كام واحد لكل 1000 شخص حي يرزق، بنعمل المعادلة دي. معدل الوفيات بيساوي عدد الوفيات في العام اللي انا عايز احسبه، يعني السنة اللي انا عايز احسبها، على عدد السكان الموجودين ككل، والناتج بضربه برضه في 1000، وبنضرب في 1000 علشان الناتج يكون بالألف. يعني كام شخص بيموت في السنة بالنسبة لكل 1000 شخص عايش حي يرزق. فلما جم بقى أولاد في مصر ويعملوا من الحسبة دي كده، لقوا إن ارتفعت معدلات الوفيات في النصف الأول من القرن العشرين، حيث بلغت 27.8 في الألف عام 1952. يعني لقوا إن كل 1000 شخص 27 أو 28 شخص تقريبا بيموتوا، والكلام ده كان سنة 1952. وطبعا النسبة دي كانت كبيرة جدا، ولكن لما جم يعيدوا الحسبة دي تاني سنة 2012 لقوا إن انخفضت معدلات الوفيات بشكل سريع لتصل إلى 6.1 في الألف، وده طبعا كان معدل منخفض جدا بالنسبة للمستوى العالمي. طيب وايه السبب بقى يا جيو ان معدل الوفيات قل في مصر سنة 2012؟ قال لك بقى يا سيدي ان انخفضت معدلات الوفيات في مصر بشكل سريع بسبب ارتفاع مستوى الرعاية الصحية. الدولة بقى بدأت تعمل مستشفيات وترعى الناس المريضة، وبدأت تعمل حملات تطعيم للأطفال، بالتالي برضو عدد الأطفال اللي كانوا بيموتوا قل، وعدد كبار السن برضو اللي كانوا بيموتوا قل. وعلشان كده عدد الوفيات بشكل عام قل من 27 في الألف سنة 1952 ل6.1 في الألف سنة 2012. وطبعا بعد كل الكلام ده انت اكيد عرفت دلوقتي ان معدل المواليد عندنا في مصر مرتفع جدا بالنسبة لمعدل الوفيات. يعني سنة 2012 كان معدل المواليد 30.4 في الألف، يعني كل 1000 واحد بيجي لنا 30 مولود. أما معدل الوفيات كان قليل خالص، كان 6 بس في الألف، يعني كل 1000 واحد بيموت 6 بس. بالتالي بقى يا أبطال، إحنا المفروض عندنا في مصر نبطل خلفة شوية أو نقلل خلفة. ليه بقى؟
لان لو معدل المواليد زاد عن كده هيحصل عندنا انفجار سكاني. وبس يا سيدي، ادي حلقه وحكايه النهارده. هنكتفي بالجزء ده، مش هتقل عليك اكتر من كده. اول حلقه كده حلقه خفيفه. تعالوا بقى نحل سؤالين على السريع كده عن الجزئيه دي ونختم الحلقه. السؤال رقم 1: في حالة تضاعف نسبة المواليد في دولة ما فإن ذلك يعد مؤشر لنقط. رقم 1: ارتفاع مستوى التعليم. لا طبعا، ده مستوى التعليم هيقل لو المواليد عددهم تضاعف. طيب رقم 2: انخفاض معدلات الإعالة. لا برضو، دي الإعالة معدلاتها هتزيد لأن الأطفال عددهم زاد. طيب رقم 3: رفع الحد الأدنى للأجور. لا برضو. طيب رقم 4: افتقار الدولة للاستقرار السكاني. يبقى الإجابة افتقار الدولة للاستقرار السكاني يا جيو، وده طبعا بسبب زيادة معدل المواليد. الله عليك، ممتاز. طيب تعالوا نشوف السؤال الثاني. يمكن خفض معدلات النمو السكاني لمصر عن طريق: رقم 1: خفض معدلات الأمية. رقم 2: تشجيع الهجرة الداخلية. رقم 3: الاهتمام بالخدمات. رقم 4: ارتفاع مستوى الدخل. فكر انت بقى كده وجاوبني. يبقى الإجابة خفض معدلات الأمية يا جيو، لأن حضرتك قلت لنا من شوية إن الأمية سبب من أسباب ارتفاع معدلات النمو السكاني في مصر. برافو جدا، ده انت حلو خالص كده. طيب السؤال الأخير بقى، وهنعتبر السؤال ده واجب هتفكر فيه وتسيب لي إجابته تحت الفيديو في كومنت. السؤال بيقول بقى: من أسباب ارتفاع معدلات المواليد في مصر، هل زيادة الحد الأدنى للأجور، ولا قصور الدخل الاقتصادي للفرد، ولا ارتفاع نسبة المتعلمين في الدولة، ولا انحصار نسبة الأمية؟ فكر بقى براحتك كده في السؤال وسيب لي إجابتك في كومنت. وبس يا سيدي، خلصنا حلقة النهاردة. لو استفدت بقى من الحلقة فانزل اعمل لايك وشير لكل أصحابك، واشترك طبعا في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز الجديدة أول بأول بإذن الله. وآخر حاجة معانا الدعوة الجميلة اللي بتحبوها. ربنا ييسر أموركم ويسعد قلوبكم ويحقق أحلامكم ويفرج همومكم. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. سلام.